مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. خدمات السجل المدني وجهود مشجعة لمعالجة التأخير في المعاملات. مستشفى بيت مخا الأهلي يفتتح قسم الجراحة وعيادة العيون. دورة تدريبية لممثلي التأهيل الاجتماعي في القرى. كوريا الشمالية وروسيا تعززان العلاقات الثقافية. وتيريش يدعو إلى زيادة المساعدات الدولية في مواجهة الفوضى المناخية. سفن حربية روسية تجري مناورات في بحر اليابان. السلام عليكم ورحمة الله. أكد السيد أبراهام تكا مدير فرع السجل المدني والضمان الاجتماعي والمخابر في إدارة الإقليم الأوسط أن الجهود المبذولة لحل مشكلة التأخير في وحدة السجل المدني قد أسفرت عن نتائج مشجعة. وأوضح السيد أبراهام بأن الحصول على خدمة التسجيل في السابق كان يستغرق أكثر من شهر، ولكن الآن ومع زيادة الوعي العام والتنظيم في المكتب وتأمين مصادر الطاقة وإدخال معدات جديدة تم تقليص المدة إلى أسبوع واحد. وخلال الأشهر الستة الماضية وزعت الوحدة 21,999 شهادة ميلاد وأكثر من 639 شهادة زواج و198 شهادة وفاة و81 شهادة طلاق و8 شهادات عائلية و71 شهادة خلو طرف و16 شهادة جمعية و4 شهادات إقامة إريترية. وصرح مسؤول وحدة التسجيل المدني أو السجل المدني سيد تسفالدة هبت ميكائيل بأن العمل كان ناجحا بفضل شبكات الحاسوب والخوادم، وذكر العملاء بضرورة استكمال والتحقق من الوثائق اللازمة عند حضورهم إلى المكتب لتجنب الازدحام العرضي. وأفاد المستفيدون بأنهم كانوا يترددون على المكتب لأكثر من شهر للحصول على الخدمات، لكنهم الآن يحصلون عليها في فترة زمنية قصيرة، ويأملون في الحصول على خدمات أفضل في المستقبل. بدأ مستشفى بيت مخا الأهلي في تقديم الخدمات الجراحية وعيادة العيون بفضل الجهود التي تبذل باستمرار لتمكين المستشفى وتجهيزه بكامل المعدات الطبية والقوة البشرية اللازمة. وأفاد الدكتور سلمون قبرزقي لوكالة الأنباء الإريترية أن المستشفى يقدم خدمات الفحص والموجات فوق الصوتية والأشعة وخدمات الأمومة وطب الأسنان وطب العيون وتطعيم الأطفال والأمهات والطب النفسي وفحوصات السل وفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز وفحص سرطان الرحم حديثا. وفيما يتعلق بالمتابعة الطبية للحوامل ما قبل الولادة، قال الدكتور سلمون إن الأمهات يحصلن على فحوصات دورية ما بين 4 إلى 8 مرات قبل الوضوع، كما شهد عدد الأمهات اللائي يلدن في المستشفى تزايدا بنسبة 20%. وأضاف أن عيادة العيون تقدم خدماتها منذ عام 2013، وأن المستشفى تمكن من تقديم خدمات متكاملة من الفحوصات والجراحة منتظمة بدءا من هذا العام، والذي يسهم في تلقي المواطنين للخدمات الطبية بالقرب من أماكن إقامتهم، كما تجري فحوصات حديثة لسرطان عنق الرحم. وذكر الدكتور سلمون في الختام أن المستشفى يعمل على تحسين خدماته من خلال تحديث وإدخال المعدات والكوادر الطبية اللازمة، حيث سجل تقدما ملحوظا في هذا الشأن. نظم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية دورة تدريبية للمدربين شارك فيها 110 من ممثلي إعادة تأهيل القرى في عد قيح. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة مدهانيت برماي التي أشرفت على التدريب بأن الهدف الرئيسي من التدريب هو رفع مستوى الوعي بأنشطة إعادة التأهيل والتنمية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم من الفقراء. من جانبها أوضح خبير الرعاية الاجتماعية السيد الأزهر هيله معنى ومفهوم التأهيل الاجتماعي وأهدافه، ودعا إلى تعزيز التدابير المشجعة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مكانتهم المناسبة في المجتمع ويصبحون منتجين ومعتمدين على أنفسهم.
جانبهم ذكر المشاركون بضرورة تكثيف الدراسات والتوعية لاتخاذ التدابير اللازمة للمساعدة في التعرف على الوضع بوضوح. وناشد المدير التنفيذي في إدارة مديرية عد قيح السيد كيروس كبر مريم إدارات الضواحي للقيام بدور رائد للدفع بأنشطة التأهيل الاجتماعي. يتم تنفيذ أنشطة واسعة النطاق لرفع الإنتاجية بالتركيز على الحفاظ على المياه والتربة في إدارات ضواحي ماريت وبغلة التابعة لمديرية نقفة. ووضح الخبير الزراعي بالمديرية الشاب محمد علي صالح إن برامج التنمية التي ينفذها المواطنون ووحدات قوات الدفاع تشمل بناء السدود وإصلاح الحواجز المائية المتهالكة ومعالجة انجراف التربة وبناء الحواجز. وحث المزارعين على مراقبة مزارعهم بشكل صحيح، حيث تسهم الإجراءات الكبرى التي تم اتخاذها في الحفاظ على التربة ومعالجة الانجراف لاستعادة خصوبة الأراضي الزراعية. وكذا المشاركون إنهم بذلوا قصارى جهدهم نظرا إلى نتائج عملهم الواضحة والتي تؤثر بشكل فعال في استفادتهم من الأمطار الموسمية. في غضون ذلك أضاف المزارعون في إدارات ضواحي ماريت وبغلة إن مزارعهم تم حراثتها بالجرارات بأسعار مخفضة هذا العام. تخرج في 26 من يونيو شبابا تلقوا تدريبا مهنيا لمدة شهرين إلى 3 أشهر برسوم رمزية في مديرية دباروة. وصرح مسؤول فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في المديرية السيد داويد منقسآب بأن التدريب شامل تكنولوجيا الحاسوب وتصفيف الشعر والرقص والإسعافات الأولية وتركيب معدات الطاقة الشمسية ومد خطوط الكهرباء. وحث مسؤول فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في الإقليم الجنوبي السيد جرماي قبرو المتدربين على تطوير التعليم الأساسي من خلال الممارسة العملية. وفي كلمته بهذه المناسبة شكر مدير مديرية دبارو السيد فرونجيل تخراهيمانوت اتحاد الشباب والطلاب على جهوده كي يكتسب الشباب المهن إلى جانب دراستهم الأكاديمية، مذكرا الشباب للاستفادة المثلى من هذه الفرص. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. تعمل كوريا الشمالية وروسيا على توسيع علاقتهما إلى ما هو أبعد من التعاون العسكري لتشمل التبادلات الثقافية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن وفدا روسيا بقيادة وزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا وصل إلى بيونغ يانغ، وتم ترتيب للزيارة بناء على دعوة من وزارة الثقافة الكورية الشمالية للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم التوقيع عليها بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو من العام الماضي. وذكرت التقارير أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التقى مع وزيرة الثقافة الروسية وأعرب عن أهمية التبادلات الثقافية بين البلدين لتعميق الروابط والتفاهم المتبادل. وقال كيم إن التبادلات في مجال الثقافة والفن تلعب دورا كبيرا في تعزيز التفاهم المتبادل وروابط الصداقة بين شعبي البلدين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لإعادة إطلاق محرك التنمية في مواجهة الفوضى المناخية والنزاعات الدولية، وذلك خلال مؤتمر من أجل تمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية. وقال غوتيريش في افتتاح المؤتمر الذي يستمر ل4 أيام: نعيش في عالم حيث تنهار الثقة وتخضع التعددية لاختبارات قاسية، معتبرا أن المطلوب في مواجهة ذلك تسريع الاستثمارات وإصلاح وإطلاق محرك التنمية. وتسعى دول الأمم المتحدة إلى سد فجوة تمويلية تبلغ 4 تريليونات دولار سنويا، وتقدر الآن أنها تمنع العالم النامي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة، والتي تتراوح من خفض معدلات وفيات الرضع إلى الحد من الاحتباس الحراري.
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع أن سفنا حربية روسية وأنظمة صواريخ ساحلية نفذت مناورات في بحر اليابان شملت محاكاة لقصف أهداف بحرية بصواريخ كروز. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وكالة تاس عن بيان للوزارة أن السفن وأنظمة الصواريخ وجميعها جزء من قوات اسطول المحيط الهادئ الروسي نفذت ضربة صاروخية مشتركة ضد أهداف تحاكي سفن معادية في بحر اليابان. وقال البيان تمت إصابة جميع الأهداف بنجاح. وقالت تاس إن سفينة الأسطول الرئيسية الطراد الصاروخي فارياج جاردز نفذت إطلاقا حيا لصاروخ كروز مضاد للسفن من طراز فولكان، كما هاجمت مجموعتان من زوارق الصواريخ أهدافا ب4 صواريخ كروز من طراز موسكيت. قال وزير الغابات ووسائل الإعلام في تركيا إن رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات التي أججتها الرياح العاتية في إقليم إزمير بغربي البلاد لليوم الثاني على التوالي. وأكد أن حرائق الغابات في منطقتي كويوكاكا ودوجانباي بإزمير اشتعلت خلال الليل بسبب الرياح التي بلغت سرعتها بين 40 و50 كيلومترا في الساعة، وجرى إخلاء 4 قرى وحيين. وأظهرت لقطات لوسائل الإعلام فرق الإطفاء تستخدم جرارات مزودة بمقطورات مياه وطائرات هليكوبتر تحمل المياه بينما تتصاعد أعمدة الدخان فوق تلال وأشجار متفحمة. واجتاحت حرائق الغابات المناطق الساحلية في تركيا خلال السنوات الماضية مع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في فصل الصيف، وهما يربطه العلماء بتغير المناخ. ختاما سادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. خدمات السجل المدني وجهود مشجعة لمعالجة التأخير في المعاملات. مستشفى بيت مخا الأهلي يفتتح قسم الجراحة وعيادة العيون. دورة تدريبية لممثلي التأهيل الاجتماعي في القرى. كوريا الشمالية وروسيا تعززان العلاقات الثقافية. غوتيريش يدعو إلى زيادة المساعدات الدولية في مواجهة الفوضى المناخية. وسفن حربية روسية تجري مناورات في بحر اليابان. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.